شوف المجتمع الجزائري مثلا لو كان نجيبوا له ابليكاسيون مخدومه بالاي اي، هذيك الابليكاسيون تخيل معايا برك، هذيك الابليكاسيون تنحي كاع الكلمات البذيئه من افواه الجزائريين. تخيلني مثلا انا هو الوطن وانا حاب يكون المجتمع تاعي تافه، واش ندير؟ كيفاش الانسان يكون غارق في اللامعنى يلقى المتنفس تاعو في زوج صوالح، يلقى في الافكار السطحيه وتافهه ولا ضرر، لان العقل لن يكون عقلا الا اذا صحب بالنقد. يعني العقل الكفاءه اللي يديها الانسان التافه هو قدرته على معرفه تافه اخر من دون ان يتكلم معه. بنادم كاركاس تشوفه من بعيد يا ودي فخم يا صاحبي، ياك فاهم، ولكن تقصر معاه تلقاه صغير. علاه الاقتصاد ولا العالم يحوسك انت تكون واحد الانسان تافه؟ علاه حابك تكون عندك واحد التفكير سطحي؟ شوفها في الجزائر مثلا، اغلب الشركات التجاريه واش يدعموا الانسان اللي عنده المحتوى السطحي. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم بخير، الصحه الامور كذا الامور كاع بخير. بما انه قلت لكم خوتي انا ما نقولهاش لاي واحد، لديك انت حبيبي وخويا وراح نصارحك من الاخر. في هذا الفيديو ماكش راح تلقى الايديتينغ باك جراوند سونغ والرايزر وشويه متعه ديك تاع المونتاج كذا، منا راح تلقى الهضره برك. وراح نهضروا واحد الهضره بالك اللي جامي سمعتها في الجزائر. علاه جامي سمعتها؟ باسكو هذا البيرسبكتيف تاعي وباين البيرسبكتيف تاعي ما تلقاش عند انسان واحد اخر. تسمى جماعه السياله الحمراء جبدوا على جهه. واذا بقيت معنا وكملت الفيديو كما قال مالك بن نبي، دعني اكتب لك في السبوره التي بداخلك. اول حاجه راح نطرح عليك واحد السؤال مباشر: ما هو أطول قسم في القرآن الكريم؟ والله وش من سورة فيها أطول قسم؟ هي سورة الشمس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. كمل: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله سبحانه وتعالى ما قسمش مرة ولا زوج، قسم 7 مرات. على جال النفس. علاه؟ لأنه الإنسان صعيب جدا باش يزكي النفس تاعو. الفلاح في التزكية، والفلاح هو من النجاح والدوام فيه، يعني يقلو عمل صبر جهد مثابرة. أما التدسية كامل نعرفوها، يعني ما تحتاج باش نحكي لك على التدسيه. تخرج للشارع الجزائري تشوف التدسيه بارتو صاحبي، الكذب، السرقه، النفاق، لا دروغ، الموسيقى، دراكاج، هذوك كاع صوالح جايين من النفس. والله قد خاب من دساها. يعني النفس كتكون متحكمه في بنادم، يعني تبع ديما الهوى تاعو. والنفس حنا عارفين لمن تميل للتفاهات، تميل للافكار المنبطحه، تميل للغرائز. يعني التدسيه لو كنديروا لها واحد الرسم كاريكاتوري مثلا، اللي هو النفس تاعك دايرها في واحد القبر ومغطي عليها بالتراب، والنور لا يدخل الى نفسك. والنور في هذه الحاله هو القران والسنه والدين. وكما قال الكاتب احمد يوسف السيد في كتاب اسمه مقاومة التفاهة، يقول لك الدافع الإيماني وكنت تحب تقرب لربي سبحانه ديما راح تبعد على التفاهة. وكي نقولوا التفاهة خاوتي رانا نحكوا على أي حاجة ما تنفعك في حتى حاجة. هذا بالمنظور الديني، ننصحكم باش تقراوا هذا الكتاب. وكاين واحد المنظور آخر اللي هو المنظور الدنيوي والمنظور المادي، وهذوم ديما يلقاو الفيديو تاعهم دير هدف تاعك كيب جوين كذا، فاهم، ذاك الموتيفاسيون هذيك اللي تبعدك على التفاهة وتخليكم فوكيسي، تخليك فوكيسي على الهدف تاعك المادي. صح، كي نقول لك كلمة التفاهة أول حاجة تجي في بالك هما لي ريزو سوسيو. هذاك خونا الفكاهي، ذاك اللي يدير لايف تيك توك، رابر يبقى يسب في الناس، هذاك اللي تشطح في التيك توك، هذاك اللي يسب، هذاك اللي يجيح، هذاك خساره، هذاك الجياح، يعني فاهم. وفي نفس الوقت لو كنشوفوا الانسان الواعي في لي ريزو سوسيو ما تلقاش الناس تدعموه، ما تلقاش الناس تتبعوه. يعني هنا الانسان يبقى مشوكي يا صاحبي، فاهم كيفاش الانسان عارف باللي هذيك تنفعه ولكن هو يدير واش ما تنفعوش، يعني النفس تاعو متحكمه فيه. وهنا نرجعوا لكلمه التفاهه. ولو كان نعطيك كلمه التفاهه هكذاك نقول لك وين تقدر تحطها، راح تحطها في التزكيه ولا في التدسيه؟ باينه راح تحطها في التدسيه، باسكو اغلب المجتمعات الجزائريه واغلب المجتمعات المتخلفه كاع عارفه بلي التفاهه هي واحد الحاجه اللي مخليتها اللور، ولكن هكذاك يتبعوا فيها. وعلى حسب الاعتقاد تاعي كاين صنفين: كاين الانسان اللي يحاول يزكي نفسه وقدر يزكي نفسه، يعني دي فايتي مره زوج ثلاثه كذا من حتى نخرج من هذيك لازون تاع التفاهه. لازون تاع التفاهه مش شرط انك في لي ريزو، يعني اي حاجه كيما قلنا ما تنفعك في حتى فايدك، فما ديفلوبيكش كل يوم تنوض نفس الانسان. هذوك الاصحاب السيئه، هذوك الموسيقى اللي ما فيها حتى فائده. والانسان اللي تلقاه اليوم يحاول يزكي نفسه وتلقاه يمشي تحت خطى قد افلح من زكاها، هذا الانسان حبه مفقوده صاحبي، هذا راه مجاهد، هذا راه محارب صح. اما الصنف الثاني وهم اغلبيه الشباب الجزائري، هذون تلقاهم حاولوا باش يفايتوا روحهم ولكن ما قدروش. علم النفس يقول لك الانسان فاش يبقى يحاول يحسن من روحه وما يقدرش ينجذب ديريكت الى الرداء، ويلقى لها واحد المبررات. علاه؟ باسكو هو كي يحاول باش يفايتي النفس تاعو راه ما يقدرش يرجع الى الرداء او يبقى في تانيب الضمير تاع التزكيه، راح ديما يلقى واحد الاعذار اللي يخلوه دائما في الرداء. على ذيك الانسان التافه اليوم راه ديما لاقي واحد المبررات باش يبقى في المستنقع التفاهه، ولكن فاش يتغلب على هذوك المبررات اللي جوه، علاه؟ باسكو ذوك المبررات منين يجوك؟ شوف عقلك علميا، عقلك ديما يحب يخليك في منطقه الراحه. وهنا فاش يدخلوا زوج افكار متناقضه في عقلك، يعني انت حاب تكون واحد الحاجه وما قدرتش تكونها، راح تدخل فيما يسمى الكوغنيتيف ديسونانس ولا التنافر المعرفي. يعني باش ما تبقاش في تضارب عقلك يخلق لك واحد الاعذار، يعني راه جايه اوتوماتيك، مش هذاك الانسان بالعاني يخلق الاعذار، عقله هو اللي يخلق له هذوك
الأعذار وأصبح ضحية لعقله. وهنا نفتحوا قوس نحكوا فيه الكوغنيتيف ديسونانس وكيفاش يأثر في الإنسان هكذاك باش نفهموا الإنسان التافه كيفاش راه يخمم. يعني مثلا الإنسان يتكيف الدخان وحاب يحبس هذاك الدخان وما قدرش يحبسه، هنا واش راه صرا؟ دخلت فكرة جديدة لراسو اللي حاب فيها يحبس الدخان، هو بحكم العادة كان ديجا يتكيف. هذوك زوج أفكار، فكرة جديدة وفكرة قديمة، يصرى لهم تضارب في عقله، وباش عقله ما يبقاش ديما في تضارب واش يدير؟ يخلق له واحد الأعذار. الناس راه تتكيف كاع نورمال، الدخان فيه كاريزما، هذيك نفس الفكرة بالنسبة للإنسان التافه اللي يبقى يخلق واحد الأعذار، باسكو هو فاش تدخل له فكرة جديدة باش يحبس التافه جايه صعيبة، يبقى في المستنقع تاعو يبدا يخلق لك الأعذار. على ذيك تبقى تناقش واحد تافه مثلا في واحد المواضيع تافهة ما تقدرش تناقشو، باسكو هو ديجا راه مقنع روحو بلي هذيك هي يبقى يقول هاد الناس كاع راه تتبع في التافه، هذاك خسارة هذاك البودي. وكاين واحد لي تكنيك اللي ديما تخلي الانسان تافه نحكوا عليه من بعد. وهنا يجي الفيلسوف ديستوفسكي الغني عن التعريف، يعني ذاك الفيلسوف الذي قام بتشريح الشر وتشريح النفس الانسانيه، في كتاب اسمه رسائل من تحت الارض يقول لك الانسان الذي حاول ان يزكي نفسه ولم يستطع ينجذب الى الرداءه ويتلذذ بها. والمشكل ما يحبسش هنا، المشكل انه يولي يحب يشوف المجتمع كاع منجذب الى الرداءه كما هو، وتولي عنده الحساسيه من اي حاجه نقيه، اي حاجه طالع عليه في النيفو، اي حاجه ما تمثلوش ديريكت يطاكيها. ويصبح الانسان الذي لم يستطع تزكيه نفسه حاقدا على الانسان الذي استطاع تزكيه نفسه. وديما هذا النوع تلقاه بكثره في الفيديوهات التافهه، يعني هو داعم الاول للتفاهه، للسب، للطياح، تتبع عورات الناس، الموسيقى، الشطيح، راك فاهم. يعني بمنظور الاخر اذا كانوا فيديوهات الشطيح والتفاهه والرداءه وكذا من يضربوا ترند، هو انعكاس لفشل اغلب الشباب في مقاومه نفسهم. علاه؟ لانها ترضي ذلك القبو المظلم في النفوس التي لم تستطع تزكيه نفسها. وديما تلقاه في هذه لازون تاع الفيديوهات علاه؟ باش يحس بالراحه والانتماء وكذا منه. وكاين حتى الناس الواعيه اللي تلقاها تتبع تفاهه بدافع انها شغل شوف راهم عايشين، انا راني لاباس عليا الحمد لله مانيش تافه كيما هما. تلقاه طبيب مهندس دكتور ويتبع في التفاهه، فاهم؟ هو يتبع بها بدافع السخريه، ولكن هو راه متابع للتفاهه، يعني يحسب معاهم. انا يجي الفيلسوف الكندي في كتاب اسمه الشر السائل يقول لك الانسان التافه راه ما يحبش يبقى وحده، ما يحبش يبقى انسان تافه، لازم يجبد معاه التفاهه، لازم يحس روحه، لازم يحس بالانتماء. صح هنا دخلت المجموعه من التافهين، الضحك، الجروب، البسط، كهكها كذا منه، ولكن يجي النهار مع مرور الوقت اللي تحب تخرج من هذاك الجروب ما تقدرش تخرج، ولا خلينا نقولوا صعيبه. علاه؟ باسكو كيما قلنا الانسان التافه هو ما قدرش يواجه روحه، ما قدرش يزكي روحه، وفاش انت تقدر تزكي روحك هنا اوتوماتيكمون وليت عدو. ومش شرط صحابك، قادر في لي ريزو سوسيو تحاول توعي المجتمع كذا، من يجيك واحد تافه يقول لك انت ولا يجي يسبك في كومونتير ولا يجي كذا. يعني مثلا انسان يتبع البارسا نخرج له في لي ريزو سوسيو نقول له اختك من لامين يامال، واش دير هذيك الصوالح كذا منه، راه لامين يامال لو كان يقعد 50 عام في البارسا انت راك ما رجعت في يد والو. هو عارف هذه الفكره، ولكن كي تفكروا فيها يتقلق، هو ما يقدرش يواجه روحه، اوتوماتيكمون هذاك الغضب يجبدوا ليه ويخرجوا فيك انت، يسب في كومونتير، يطيح لك اسلام انت ما تعرف والو كذا من. انا مانيش ضد كره القدم ما صاحبي، كره القدم راه واحد المتعه اللي لازم كل بنادم يتفرجها، ولكن تكون كره القدم واحد ستيل دو فيليك تاعك غبيه صح، خاصه اذا كنت في الليسي وكذا من. مادامك لسه جديد في هذو الصوالح عطلق عليك البارسا والريال، نزل لك عرف تاع نعناع كيما قالوا بوياتنا، ما خصكش تتبع هذا الصوالح، اختصر الطريق صاحبي، كونك انتيليجون، ما تتبعش، ما تمشيش بنفس الاخطاء اللي مشاو بها اللي قبلك، حاول تختصر الطريق. خليني نقول لك شوف الجينيراسيون اللي قبلك فاش تبعت البارسا والريال والمولوغ والشامبيونز ليغ والكؤوس كش ما فايدو، صفر فائده صاحبي. يعني نورمالمون هما اللي جاو ينصحوك يقول لك ما تتبعش البلوطه، ولكن بما انهم ضعفاء وما قدروش يتحملوا المسؤوليه وما يقدروش يواجهوا رواحهم يشدوا هذاك الغضب وتلقاه يسبني في كومونتير صح. المهم نرجع لموضوعنا. قلت لك في كتاب الشر السائل قلت لك التافه لا يكتفي بان يكون تافها لوحده، يجب ان يجر معه الناس باش تكون تافه معاه. وهنا الانسان التافه يدير واحد التكنيك باش يعرفك بلي تافه معاه ولا يضمنك بلي مازال تافه معاه في السياق اللي هضرنا فيه على اصحاب وكذا. جوهر الانسان التافه والكفاءه اللي يديها الانسان التافه هو قدرته على معرفه تافه اخر من دون ان يتكلم معه. يكفي ان يقول بعض الرموز، انت خساره، انت البدي، انت كش كلمه جديده هذوك توالى، يعني مجرد انه يقول ذيك الكلمه وانت تبقى تضحك، هنا طلع له الدوبامين صاحبي، خلاص راه عارفك فاهم، شغل عنده واحد الرادارات يقبض هذوك التافهين من هذوك الكلمات. ولكن لو كان تكون مع هذوك التافهين ويقول لك كلمه اللي معروفه عند التافهين وانت ما تعرفهاش، انت تفسد الحفله. انا شخصيا من ذاك تلاقى مع واحد ولا نقصر معاه يبقى يحكي لي في واحد المواقف على واحد صوالح واحد الرموز تاع التافهين، بقى مانيش فاهم، انا صح مانيش فاهم. الوقت لو كنت نضحك شويه ما نحسوش بلي راه انسان تافه، ولكن مؤخرا وليت ديريكت يا صاحبي اسمح لي انا ما نتبعش هاد الفيديوهات، انت ربي يعاونك. هذا الانسان داخليا حسك بواحد الانسان غريب، حسك بواحد الحاجه نقيه. هنا واش يدير كما قلنا الخصائص النفسيه، وهنا راني مانيش نقول كاع الناس يخمموا كيما هكا، اغلبيه الناس تخمم كيما هكا. هنا راني نعطيك في واحد المنظور سوسيولوجي، واحد القاعده سوسيولوجيه، وانما نعطي لك فيها بالدارجه. المهم قلنا جوهر كفاءه التافه والدوبامين اللي يديه هو معرفه تافه اخر من دون ان يتحدث معه. والله باش يضمنوك بلي تافه معاه وانت معاه في هذا الجروب، لو كانوا يقولوا واحد الحاجه وانت ما تضحكش، انت انسان طايح خشان، انت بديت، ولو كان تعاودها مره زوج ثلاثه راح يزابيوك يا صاحبي. وسيها لروحك، سي دير تجربه، معليش ابقى انسان تافه مثلا اذا كنت
ترد انت تبع تافهه، ابقى انسان تافه وكون داخل صحابك معك وما تبقاش تقصر معاهم في التفاهه. شوف كيف يتخذوا وضعيه الدفاع راح يتحولوا صحابك صراحه. باش ما نطولوش الفيديو خاوتي، حكينا على تزكيه النفس. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الانسان اللي يحاول ويجاهد نفسه هو الانسان اللي يزكي النفس تاعو. وحكينا على الفلاح وقلنا وهو النجاح والبقاء في النجاح، مش معناتها تنجح وبعد تهبط. يعني اذا نجحت وبعد هبط هذا يعتبر نجاح. اما الفلاح وهو النجاح والبقاء فيه كما الجنه مثلا. التدسيه هي اي حاجه تقول لك النفس ديرها وتروح ديرها، يعني ما كانش هذيك المقاومه. وهنا نروحوا للفكره الاخرى، وشنو هي الاسباب اللي خلت الانسان الجزائري اليوم تافه. راح نختصر لك فكره التفاهه كيفاش تكون في مجتمع باختصار شديد. يعني نعطيك واحد ليكزومبل اللي غبي شويه ولكن راح تفهمني. تخيلني مثلا انا هو الوطن وانا حاب يكون المجتمع تاعي تافه، واش ندير؟ يكفي انه جينيراسي ولا زوج ما ندعمهمش، وانا حاب هذوك المجتمعات يبقاو ديما تافهين، ما نروحش ندعم التفاهه. لا لا، واش ندير؟ يكفي ان تغيب المعرفه في هذو المجتمعات، من ندعم فيهم مثقف، من ندعم مفكر، من ندعم كاتب، من ندعم عالم، من ندير انديه، من ندير جامعات. فاش ما تكونش الساحه الثقافيه متوفره في هذيك الجينيراسيون، اوتوماتيكمون الجينيراسيون اللي تجي بعدها تجي ثاني تافهه كما الجينيراسيون اللي قبلها. هذا الجينيراسيون تولي خاويه، تولي تبحث عن المعنى. وين تلقى المعنى؟ تلقى المعنى في الاشياء التافهه. وكما قال الفيلسوف نيتشه، اذا غاب الفكر والمعنى عند الانسان اصبح غارقا في التفاهه. صح. من بعد واش ندير واحد النظام التعليمي لا يعزز التفكير النقدي عند الاجيال القادمه، وانعدام التفكير النقدي وسطحيه التفكير والتفاهه راهم توامه صح، يمشوا مع بعضهم. لان العقل لن يكون عقلا الا اذا صحب بالنقد. يعني العقل اذا ما كانش فيه النقد راه ينجذب الى السطحيه اوتوماتيك. ومن بعد الاخرى باش ما ندوخكش يبقى يمشي كلش الروح فاهم. يولوا هذوك الاجيال اللي جابونا، هذوك الاجيال اللي ربوهم على العنف، يربوهم على انعدام المعرفه، وهذوك الاجيال راح يجيبونا اجيال اخرى يربوهم على العنف وانعدام المعرفه. والنظام التعليمي لا يعزز التفكير النقدي. اذا انا كوطن تحصلت على مجتمعات تافهه من دون ادنى جهد. يكفي انه ساحه المعرفه في واحد الوقت كانت غايبه، راح تنتج لك واحد الاجيال تافهه. انا حابك تفهمهاش ولا رياضيات فاهم، 1 زائد 1 تخرج في هذا الريزلت، دير هذه تخرج هكذا. وزيد كاين واحد القاعده، انا مثلا اليوم باش ندير واحد الحاجه تبهر العالم راه صعيب باش نديرها انا كجزائري. علاه؟ باسكو هذه 40 عام 50 عام ما كانش كاين واحد لاباز التي من خلالها نبني واحد الحاجه اللي تبهر العالم. شوف الانسان الغربي مثلا تلقاه ديفلوبي في كلش، في الموسيقى، في التطور، في الرياضه، في الاي اي، في التفاهه، في اي حاجه تلقاهم ديفلوب. علاه؟ باسكو هذه 40 عام بناو له واحد لاباز، من خلال هذيك لاباز يكري لك واحد صوالح جديده. اما مثلا في المجتمعات اللي تكون ما عندهاش باز، ولا هذيك المجتمعات يعني لو كان ترجع 40 عام تلقى المجتمعات خاويه من دون معنى من دون معرفه، ما عندكش هذيك لاباز اللي تبني عليها. وفاش ما تكونش عندك لاباز اللي تبني عليها، الانسان هنا يكون غارق في اللا معنى. وفاش الانسان يكون غارق في اللا معنى يلقى المتنفس تاعو في زوج صوالح، يلقى في الافكار السطحيه وتافهه ولا دروغ. علاه؟ لانه العامل المشترك ما بين التفاهه ولا دروغ في زوج يعطوك واحد المتعه مؤقته. انا عطيتك هذاك ليكزومبل تاع قلت لك الاجيال باش تفهم باللي ما نشلوم فيك، باش تفهم باللي الاجيال التي سبقتنا كانت خاويه فكريا انا صاحبي. يعني وقتها نلومك اليوم اذا شفت واحد الصوالح اللي ما استفدت منهم تا والو وتمررها للاجيال اللي جايه. هذيك اليوم احنا كجزائريين راه خصنا نواجهوا رواحنا صاحبي باش نبنوا واحد الاجيال اللي تكون مثقفه. شوف هذه وتعمق فيها زين. ان لم تطرح الاسئله الان ستكون انت اجابه الغد. تلقى في عمره 30 عام الزليجيه حاصل ياك فاهم. هو راه نتيجه للاجيال التي سبقته، ولو كان انت ما توفقش اليوم راح تكون ثاني نتيجه. احبس كيما راك الاسلام نسقسيك واحد السؤال، اي وطن في هذا العالم فيه التفاهه صاحبي؟ جاتك على الوطن، جاتك على الجزائر فيها التفاهه؟ راه روح الماريكان تلقى فيها التفاهه، ولكن الماريكان تلقى فيها النخب هي اللي مسيطره الاغلبيه صاحبي. واش في الماريكان تلقى واحد الديباج مثلا كيما ذاك اللي قتلوه اللي كان يدعم في ترامب اللي ضربوه بالقناص هذاك من بعيد، واش كان يدير؟ كانوا يدير في واحد الديبات في الجامعات يعني. وشفت هذاك الجمهور اللي كان حاضر، يعني واحد الحضاره فكريه صاحبي. واش هذه تلقاها في الجزائر؟ مستحيل صاحبي. وهذه وين؟ هذه عند الناس اللي اعمارهم 18 عام 20 عام 19 عام في الجامعات. واذا طرحت لي السؤال مزال ما فهمتنيش شنو نقصد له صاحبي. انا نقصد لك في التفاهه اذا كانت واحد السيستيم دو في عايشين به المجتمعات. اسمع روح جيب فرد امريكي وفرد جزائري، حطهم في زوج قدامك، في زوج يتبعوا التفاهه. ولكن الامريكي هذاك الغربي، انا مش نقصد لك الامريكي ترى واحد حاجه واو، انا باغي نعطيك ليكزومبل. الامريكي هذاك يتبع التفاهه، ولكن لو كنت تسقسي في السياسات، التاريخ، الافكار، يعني هذا اللي شفناه نشوفوا فيه في الجامعات، تقسي على بعض الافكار تلقاه فاهم، السيسيولوجي تلقاه فاهم، التاريخ تلقاه فاهم، الاي اي تلقاه فاهم، علم الاجتماع. علم الاجتماع راه مش لازم تقرا عليه، راه اي بنادم عايش في المجتمع يعني راه يكفي ان تكون عندك بعض الافكار وانت تلاحظ المجتمع يكون عندك واحد المنظور السيسيولوجي. وتسقسي على التفاهه كره القدم تلقاه فاهم شويه هكذا منك فاهم. ولكن الجزائري مثلا هذاك الفرد الجزائري لو كان يريح في واحد لونتوراج اللي يكون يحكي على واحد الافكار فلسفيه، يحكي على منظور سيسيولوجي، يحكي على السياسه، يحكي على التاريخ تاع بلاده، تلقاه حال فمه فاهم.
تلقاه حال فمو لواحد الدرجة نبقى حاير أصاحبي، تلقاه كركاس كلش مريقل مقرطاس الكوبا أموراته واضحة فاهم، ولكن في السياسة أزرق، فلسفة أزرق، سيسيولوجي أزرق، كاع أغلبيتهم يكونوا زرق فاهم، ولكن لو كان تجبد له لامين يامال والبارسا يمتعك، يعني من جاك نبقى حاير أصاحبي، تلقى بنادم كركاس تشوفه من بعيد يا ودي فخم يا صاحبي ياك فاهم، ولكن كي تقصر معاه تلقاه زرق. شوف المجتمع الجزائري مثلا لو كان نجيبوا له ابليكاسيون مخدومه بالاي اي، هذيك الابليكاسيون تخيل معايا برك، هذيك الابليكاسيون تنحي كاع الكلمات البذيئه من افواه الجزائريين، تنمر السب الكلام البذيء هذاك خساره هذيك البدي، يعني لو كان تنحي كاع هذو المصطلحات راح تلقى اغلب الشباب الجزائري ما يعرفوش يعاملوا بعضهم هذيك الطريقه خلاف التنمر والتفاهه وهذا الاكزامبل هو اكبر دليل بان الشباب الجزائري اليوم اختار التفاهه لانه لم يجد البديل، وهذا البديل ما تبنيهش الجينيراسيون هذه، هذا البديل تبنيه الجينيراسيون اللي قبل 40 عام، باسكو الجينيراسيون اليوم راه نتيجه الجينيراسيون قبل 40 عام. انا نلومك اذا كنت عارف هذوك الافكار التافهه اللي ما فاتك في حتى حاجه، ولكن هكذاك وتبقى تعاود فيها. علاه الاقتصاد ولا العالم يحوسك انت تكون واحد الانسان تافه؟ علاه حابك تكون عندك واحد التفكير سطحي؟ كما لي ستاتيستيك مؤخرا يقول لك كلما زادت سطحيه التفكير والتفاهه زاد الاستهلاك، والعالم الاقتصادي اليوم واش راه يحوس على الدراهم صاحبي. شوفها في الجزائر مثلا اغلب الشركات التجاريه واش يدعموا الانسان اللي عنده المحتوى السطحي، كيقول لك المحتوى السطحي هو اي محتوى ما فيه حتى فايده، مش شرط انه محتوى يضحك ولا يسب، يعني اي محتوى يعني انسان يحكي على الحشرات، انا بور ما نشوف فيه تافه هذا المحتوى، خاصه في ظل ما يحدث اليوم من تخلف اصاحبي فهم. المهم قلت لك الشركات التجاريه دعم الانسان اللي عنده المحتوى السطحي مش على جاله هو، على جال الناس اللي تتبع فيه، باسكو الناس اللي تتبع فيه اوتوماتيكمون يكون التفكير تاعها سطحي، والانسان اللي التفكير تاعو سطحي كيفاش يعني التفسير العلمي اللي ما يناقشني فيه حتى واحد، لو بريفونتال متقلص، لاميدال مرتفعه، الغريزه المرتفعه، واذا تلاقات مع الهروب من الواقع وش ينتج لنا احسن كلاينت للشركات التجاريه، وشكون هو الانسان الذي يفكر بسطحيه، وكلما زاد التفكير السطحي زاد الاستهلاك. هذه قاعده صاحبي، مش كيراني نحكي لك بالدارجه، هذا راه واحد المنظور سيسيولوجي منظور اقتصادي. هنا الشركات التجاريه واش ماذا بها الانسان يفكر بسطحيه، علاه؟ باسكو يدخل لك دراهم، باسكو الشركات اليوم مش تحوسك تشري المنتج، تحوسك تشري المنتج الان، وباش تشري هذاك البرودوي الان لازمك تفكر بسطحيه. وهنا راني مش نقصد في كاع الشركات، راني نقصد في الشركات اللي عندها ذاك التفكير السطحي، ما عندهاش ذاك البعد، ما عندهاش ذيك المصداقيه، باسكو الشركات اللي عندها صح مصداقيه راه دائما تستهدف الانسان الواعي. شوف الشركات الاوروبيه، شوف الشركات دائما يستهدفوا البيبليك الواعي، علاه؟ باسكو البيبليك الواعي عاده تكون في الطلعه، يعني واحد الناس حابه ديفلوبي، حابه تطور، حابه تنجح، يعني اذا رجعنا الفيديو كاع في الاول، يعني واحد الانسان اللي يحاول يزكي النفس تاعو، والانسان الذي يمشي تحت ايات قد افلح من زكاها، هذا الانسان مش سهل باش تحشيها له، باسكو هو يقارن، يفكر، ياناليزي كذا منه، وهذا ما يساعدش الشركات اللي عندها واحد النظره سطحيه، هذا يساعد الشركات اللي عندها واحد النظره بعديه، اللي عندها مصداقيه، اللي عندها جذور صاحبي، واللي عارفه واش راها دير وما تلعبش بالسمعه تاعها صاحبي فاهم. على ديك الشركات التجاريه اللي تكون تفكر بسطحيه راح تضر المجتمع بطريقه غير مباشره. شوفها في المسلسلات تاع رمضان مثلا، هذوك المسلسلات المجتمع الجزائري قاعد يشتكي منهم، ولكن الداعم الاول هذوك المسلسلات هو الشعب، مش حكايه لي فيو والمشاهدات. هذوك المسلسلات باش ينداروا لازم يكون كاين سبونسور من بعض الشركات التغذيه، من بعض كذا منك فاهم، وهذاك سبونسور اللي يجي من عند الشركات، هذوك الدراهم اللي يجوا من الشركات الى المسلسل وينفستوها باش يديروا لهم اعلانات وكذا منه، والشركات منين يجيبوا هذوك الدراهم؟ يجيبوها من عند المستهلك. وشكون هو المستهلك؟ هو المواطن الذي يشتكي من هذه المسلسلات. يعني راه واحد الحلقه بسيطه، انت تدعم الشركات والشركات يدعموا لك المسلسلات، والمسلسلات تدعم لك الافكار السطحيه، وهكذا. وكما قلنا القانون الراسمالي كلما زادت السطحيه زاد الاستهلاك. على ديك الشركات التجاريه اللي تفكر بسطحيه راه خصها اناليز صاحبي فاهم، خاصها اناليز قبل ما تدعم هذاك الانسان، وتشوف هذاك الانسان اسكو يضر المجتمع ولا ما يضرش. اما اذا كان هذاك الانسان يضر المجتمع بطريقه غير مباشره، خاصنا قاعدين احنا كمجتمع جزائري نقاطعوا المنتوج تاع هذاك، يعني احنا كمستهلكين خصنا فاش نشوفوا شركه دعمت واحد الانسان تافه اوتوماتيكمون خصنا نقاطعوا هذيك الشركه. وهذا الفيديو